أخطر 5 شغلانات في العالم. في مصر مثلًا، عمّال بيشتغلوا في أماكن بيقطعوا فيها صخور جيرية. الصخور دي بتدخل في الأسمنت والإزاز والبلاط وحتى زمان في بناء الأهرامات. لكن الخطر هناك ضخم جدًا. الحجر ممكن يُقع عليهم في أي لحظة، والمكان تقيل والصوت عالي. والمشكلة الأكبر، الغبار الناعم اللي مش بيبان وسط التراب بيسبب أمراض خطيرة، خصوصًا أمراض التنفس. وكل ده مقابل $6 في اليوم بس. في الهند عائلات كاملة بتعيش 6 شهور في الصحراء، يحفروا 10 متر بإيديهم عشان يطلعوا ملح، يبنوا مجرى مية ويستنوها شهور لحد ما البحر يسيب الملح. درجة الحرارة هناك قاتلة، حروق، أمراض جلدية، التهابات لحد البتر، وكتير منهم بيصابوا بالعمى. ومع كل المعاناة دي، مكسبهم في السنة حوالي $2000 بس. في البرازيل عمال بيتسلقوا شجر النخل على ارتفاع 15 متر عشان يلموا توت الأساي اللي بيتباع في أمريكا ب $15 للطبق. لكن الفلاح هناك بياخد 20 سنت بس على الكيلو، وما يقدرش يخزن المحصول لأنه ما عندوش تلاجات. في الفلبين بيجمعوا عشوش طيور من صخور عالية بإيديهم. العش الواحد بيتباع في الصين ب $100 للطبق. العمال هناك بيوصلوا بمراكب صغيرة وبيطلعوا حفاة على أعمدة خشب رفيعة. غلطة بسيطة كفيلة تودي حياتهم. في إندونيسيا عمال بينزلوا جوه براكين خامدة عشان يستخرجوا الكبريت، بيستنشقوا غازات سامة ويشيلوا 70 كيلو على ظهرهم، وفي الآخر ياخدوا $17 في اليوم. الكبريت ده هو اللي بيخلي السكر أبيض وناعم. يعني الحاجات اللي احنا بناكلها أو بنستعملها في بيوتنا وراها ناس بتدفع حياتها كل يوم عشان احنا نعيش مرتاحين. نروح بقى لأغلى سكينة في العالم. تخيل سكينة واحدة توصل لسعر $100. في اليابان كل سكينة بتعدي على أكتر من 100 مرحلة تصنيع، والحرف هناك ممكن يقضي 10 سنين كامل تدريب عشان يتقن كل مرحلة. السكينة معمولة من نوع خاص من الحديد وقوة صلابة رهيبة. لكن أهم حاجة فيها السنة. الحداد بيقضي يوم كامل عشان يسن السكين باستخدام حجر طبيعي مش موجود غير في اليابان. وفيها كمان ميزة اسمها تسوشيمي، شكلها جميل، لكن الأهم إنها بتخلي الخضار ما يلزقش في السكينة وقت التقطيع. وكل سكينة بيكون ليها وزن وشكل خاص، والناس ممكن تستنى سنتين كاملين عشان يحصلوا على واحدة. وأشهر شيفات العالم بيستخدموا السكاكين دي، وده أغلى حبر في العالم. في اليابان في نوع اسمه سومي، سعر القطعة منه يوصل لل$2000. شركة كوباين بتصنع الحبر ده يدويا بنفس الطريقة القديمة، من دخان المصابيح الزيتية بلس سخام أسود بلس صمغة حيوانية نادرة. العمال يجمعوا السخام 20 دقيقة لكل مصباح ويكرروا العملية 5 مرات يومية. بعدها الصمغ يدوبوا في مياه سخنة والخليط يتعجن بالإيد والراجل لحد ما يبقى متجانس وقوي. العصيان الصغيرة تتحط في قوالب وتتجفف بهدوء، لأن لو نشفت بسرعة تتكسر. فيغطوها برماد جافة 40 يوم وبعدين يعلقوها 6 شهور عشان تنشف طبيعي. لكن السر مش هنا. الحبر لازم يستوي 4 سنين كاملة، وفي أنواع بتتقفل وتتساب 10 سنين أو أكتر. وكل ما قدم زاد سعره وجودته. سمعت عن الحبر ده قبل كده؟ ولو حابب تشوف محتوى أكتر من العالم، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس. سلام.